دارك، على أهل دارك، ولا تستطيع أن تقسو على أهل الناس. بس هذا الخطاب يوصل مثلا أنه يعني أنت لما تستعرض الشخصيات مثلا التي تحترمها الشيعة والسنة مثلا على وجه الخصوص، مثلا علي تقول عليه السلام، فاطمة عليه السلام، جعفر الصادق عليه السلام. إذا مروا الصحابة يمكن رضي الله عنهم يمكن ما تجي. لا أترد عليهم، غير صحيح. أنا أبالغ حتى في الطرد عن الصحابة والصلاة على رسول الله وأصحابه، أبالغ وأخذ عليه هذا حتى في برنامج رحمة العالمين. ثم يقال ولا يصلي على رسوله، كما قلت لك الفجور. أنا تعبت من هذا الفجور. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الله من وراء قلب كل امرئ ولسانه. شوف أنا مطمئن داخليا، أنا الحين ربما منفعل معك في الكلام، لكن داخليا أنا مطمئن بطريقة لا تعرفها. تعرف لماذا؟ لأنني موقن بفضل الله تبارك وتعالى أن ما يريده الله سيكون لي ولغيري. أنا مطمئن تماما، فهو حسبي عز وجل ونعم الوكيل. يعني بالنسبة للسلام على أهل البيت لا أفعل هذا وحدي، كل أئمة السنة يفعلون هذه يا إخواني، لكن للأسف نحن ندس الحقائق. لا نقول للناس من خصائص أهل البيت أن يسلم عليهم. على فكرة، وحين تقول لمسلم سني عادي يا رجل، تقول له أنت تصلي على أهل البيت في الصلاة، تقول صلي على محمد وآل محمد. نعم. طيب إذا بدك شيء جديد وحيزعجهم يتوني بحديث واحد، بحديث واحد نعم. يوجب فيه الرسول الصلاة عليه وعلى آله وأصحابه. لم يصح حديث في وجوب الصلاة على الصحابة، عشان يعني يفجر قنبلة جديدة هكذا ستزعجهم، لكن هذا الحقيقة، وهذا ما اعترف به أئمة السنة المحققون. لكن الأحاديث الصحاح كلها تحث على الصلاة على رسول الله وآله. نحن نصلي عليهم في الصلاة يا شيخ عبد الله، في الصلاة. لماذا لا نسلم عليهم خارج الصلاة؟ هذا من خصائصهم. هو الآن يعني أنت لما تشوف هذا المشهد بشكل عام، في بعض الشغلات اللي هي ممكن ممارسات سلوكية للدكتور عدنان تؤخذ عليه، مثلا أنه يلبس السواد مثلا في كربلاء مرة واحدة ربما، أنه مثلا مرة واحدة يروح في ذكر الحسين عليه السلام، يزور مثلا الكويت وصلاة الجمعة يطلع ويروح يصلي بحسينية ما يصلي في جامع. برضه فجور مرة أخرى فجور، حسب الله ونعم الوكيل. يا رجل ما حدثت هذه يا رجل. أنا في رمضان أنت تنفي هذه. اسمع، مش أنفي، لا ما فيش، هذا حصل. وأنا الذي حدثت عن هذا يعني بنفسي يا أخي. سبحان الله، هؤلاء الناس لا عقل لهم، يعني لا تقوى ولا عقل. الله أكبر يا أخي. أنا حدثت غد في دورة الفلسفة عند الدكتور طارق السودان بارك الله فيه، أنني ذهبت لأصلي الجمعة وأقسم بعزة جلال الله أبحث عن مسجد سني لأصلي فيه، وأنا غير مضطر أن أقسم، خاصة من أجل هؤلاء الناس. ما في كويتي موديك أو يعني ما في أنا في أوتيل وحدي، تخيل، والدنيا حارة جدا. سألت رجل باكستاني، قلت له يا أخي بدي أصلي الجمعة، قال لي ما في مسجد، في مسجد هنا هذا. ذهبت إليه قلت له مسجد آخر ويعلم الله. سألت عن مسجد آخر لأنه قلت يعني مسجد شيعي لا يصلون الجمعة أصلا، هم يصلون الظهر، تعرف أنت في غيبة المهدي، وأنا بدي الجمعة فرض علي. وأقول حالة مسافر مش فرض علي، لكن قلت أصلي الجمعة. نعم. أسمع خطبة. فقال لي ما في. دخلت هذا المسجد وصليت وارتحت أنني يعني صليت مع ناس مسلمين تقريبا، يعني من المرات المعدودة اللي أدخل فيها مسجد شيعي، وهذا خطأ على فكرة. أنا أقول لك من الأخطاء بيننا كمسلمين أننا لا نتواصل. تصلي معهم يعني؟ لا، يجب أن نصلي معه. على فكرة في مسجدي أنا يصلي إخوة شيعة، المسجد الوحيد السني في أوروبا ربما الذي يصلي فيه إخوة شيعة. وبالمناسبة تسنن بعضهم، وعلى فكرة عشان يعني نكون واضحين، لم يحدث أن أحدا من تلاميذي وأحبابي تشيع، لكن في شيعة كثيرون بفضل الله عز وجل من 20 سنة تسننوا بخطاب عدنان إبراهيم، عشان نكون واضحين يعني. طيب. فعلى كل حال، إذن هذا المسجد أنا ما ذهبت إليه متقصدا أن أصلي في مسجد الشيعة، وقلت لهم هذا وأقسمت بالله، ثم يرددون الكذب، يعني محاولة لإلباس عدنان إبراهيم تهمة. على كل حال ليست تهمة أن تصلي في مسجد شيعي، هو مسجد، وأن المساجد لله، ليست طيب. تهمة. قضية في الخطاب، أرجع إلى الخطاب وهو يمكن يكون الأهم، أنه الهدف من طرح الدكتور عدنان أنه هو ضرب التاريخ ثم بعد ذلك ضرب السنة. لماذا؟ لكي يعني هو مشروع لاجتثاث السنة، وأنه نكون للقرآن فقط، وأنه نسف السنة، يعني باختصار أنه إعادة طرح